القصر نفسه حكاية، يعني الإزاز الملون ده بيحكي قصة اتنين بيحبوا بعض وانتهت بالجواز. هنلاقي هنا اهو حرف الأف والأيد. ده القصر بتاع فاطمة حيدر اللي هو بقى قصر المجوهرات، يعني هي كانت عايشة فيه فاطمة حيدر صاحبة القصر. هنا اوكي، القصة بتبدأ من هنا اللي هي مرسومة على الإزاز، بيتعرفوا على بعض لسه، وبعدين بيحبوا بعض بيطلبوا على الجواز، وبعدين بيرقصوا سوا اهو، بيحبوا بعض ومبسوطين. وبعدين انا مش عارفة دي مطفية ليه، بس المفروض ان بقية اللوحة هو بيكملوا رقصتهم مع بعض اهي، وبعدين القصة بتنتهي بالجواز. يعني هي بدأت من هنا اهي وانتهت هنا اهي رسمينها على الحيطان الشبابيك.